سفرة رمضان ما تكملش السنة دي من غير طبق شوربة حلو كده كريمي يدفينا، وخصوصا ان رمضان جاي في البرد. ودي شوربة رقم 3 من سلسلة وصفات شوربة رمضان. شوربة لسان العصفور بالكفتة غنية وكريمية وطعمها خطير. هاتيلي بولة فيها ربع كيلو لحمة مفرومة عليها 50 جرام دسم مفرومة، وشين اتنين بحط عليها بصلاية مفرومة، عودين كزبرة او بقدونس مفرومين، ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا ورشة بهارات لحمة، ومعلقتين اتنين من البقسماط. بعجنهم كويس قوي، عاوزاهم ناعمين جدا بالشكل ده، وببتدي اشكلها لكرات صغيره جدا كده قد حجم البونبوني. هدخلها التلاجة كده ربع ساعة على محمر لسان العصفور، يا اما في معلقة سمنة بلدي صغيرة، يا اما تحطيه في الاير فراير وتقلبي لحد ما ياخد اللون الذهبي ده. وممكن كمان تكتفي بيه بلونه زي ما هو في الشوربة من غير تحمير نهائيا. في نفس الحلة ببتدي اشوح كرات الكفتة وبديلها تحميرة كده من غير تقليب. التقليب بيكون بالشكل ده علشان الكفتة ما تفكش وتتهري مني بالمعلقة. ولما الكفتة تتشمع وتبتدي تدخل في التسوية كده اقدر اقلب فيها بالمعلقة بمنتهى السهولة، لانها خلاص بقى اتشمعت على كده ومش هتفك مني. بحط عليها بصلاية ونص جزرية مبشورة، وعندي عودين كرفس اختياري لو موجودين بيدوا نكهة حلوة قوي. وبقلب لحد ما البصل والجزر والكرفس يتبلوا شوية. بعد كده بنزل عليها بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة، وبقلب تقليبة لحد ما اطير ريحة الصلصة، وبضيف معلقتين مية يسهلوا الدنيا معايا شوية. ممكن ما تحطيش صلصة طماطم وتفرمي 3 حبات طماطم في الخلاط من غير مية وتحطيهم على الكفتة وتسيبيهم كده لحد ما يتسبكوا شوية مع اللحمة. بضيف عليها بعد كده مية مغلية أو شوربة مغلية، اللي متوفر عندك حطيه. أنا حطيت مية مغلية. بقلب كده وحطيت معلقة صغيرة من مرقة اللحم الفورية، ونص معلقة ملح ورشة فلفل اسود، وحطيت كمان نص معلقة سكر. وزي ما قلت لك تقدري تستغني عن المرقة الفورية وتحطي بدالها شوربة. بقلبها تقليبة وبسيبها تغلي غلوة واحدة بس في المية بتاعة الصلصة دي، وبنزل بلسان العصفور المتحمر. وهنا زي ما قلت لك تقدري تنزلي بلسان العصفور من غير تحمير نهائيا، وبيطلع حلو جدا برضو. بغطي عليه وبسيبه يغلي غلوة واحدة بس، وبطفي عليه النار وبسيبه في المية بتاعته او في الشوربة دي لحد ما يستوي. ما تقلقيش، هو مش هيشرب الشوربة كلها، هو هيشرب الشوربة اللي تكفيه لحد ما يستوي، وبعد كده هيبقى بالشكل ده. اخر حاجة بحط عليه عودين 2 كزبرة او بقدونس متقطعين ناعم او مفرومين ناعم. واخر حاجة ودي اختياري بقى بس بتخلي لون الشوربة خطيرة، ربع كوباية كريمة طهي او نص كوباية حليب مدوبة فيها ربع بس معلقة دقيق، وبقلبها وبنزل بيها على الشوربة، وبتكون عندي شوربة كريمية محتاجة بس عصير نص ليمونة. وجربيها.